بدي اشوفهم يعني عراقيين يعني ما حد والله يمكن اني غير لاعب يمكن 3 بس فرحنا جمهورنا وشعبنا والحمد لله ان شاء الله دائما نفرحهم. اكيد ان شاء الله. صالح سدير، شو تحب تقول لجمهور اللي منتظرك يوم الاثنين؟ ان شاء الله جمهورنا يوم الاثنين نحب نقول لهم ان شاء الله اول شيء نتمنى نشوفهم ان شاء الله، احنا جايين ان شاء الله يوم الاثنين ونلعب قدامهم ان شاء الله، نتمناهم اكثر من هذا الجمهور اللي اجى وان شاء الله نفرحهم وان شاء الله ان يصير يوم يعني نتمناه هذا اليوم يكون ببغداد ان شاء الله، نتمنى وجوده بالملعب كل الجمهور، نتمنى اقل شيء نشوفهم ونفرح وياهم ان شاء الله بعد المباراه سوا. سؤال اخير، صالح سدير انت ايضا متواجد في لبنان، نوعيه الجل نفسها اللي يستخدمها؟ لا انا نوعيه الجل هوار تعرف شعره طويل، هوار الجل مالته والدهن مالته يختلف عن شعري، انا جل يعني يمكن نوعيه عاديه يعني انا شعري مو طويل ما يحتاج اجيب الدهونات والجل اللي يستخدمه، هو ما يستخدم جل، هو يستخدم زيت ويستخدم مرطب ثاني. الغراض هوار انا اجيبهن من صاحبي بلبنان، هو يجي غراضه يجي طالع من امريكا هذن الجل هاي يعني لانه غاليات كلش غاليات موجودات كلش غاليات وانا مبتلي بهن طبعا اكيد كلنا نجيبهن وانا مبتلي بهن. اكيد انت يمكن حتى اخوانك بالنجف من تجي صالح؟ لا قلت لك هو نشأت اكثر شيء لان هم شعرهم طويل، ذول يستخدمون لان شعرهم طويل. الكرار شو ما مبين كل شيء يستعمل. احكي نبيل احكي لازم تحكي بعد. الكرار مو مثل شعر سامال ولا مثل شعر هوار، يخاف منه. مبروك عليكم هوار، مبروك صالح. حبايبنا مشاهدي الرياضة العراقية، بعدنا نفطر في فندق دمدم، هذا فندق دمدم في أربيل. هاي غرفة مال لاعب المنتخب، دلوني عليها هوار وصالح، خلينا نشوف منو بيها. من تنفتح؟ هلو مهدي. ابو صالح منو بهاي الغرفة ما ادري، دلوني هوار وصالح قال رطب مهدي. مربون ابوري هذا. يلا هلا مؤيد. اهلا وسهلا. مساء الخير. شلونك؟ تعال تفضل. اذا المؤيد ومهدي كريم وفريد. ها؟ ما يخالف، تعال ندخل اذا. فريد مجيد مبدل ومتأنق وتخابر، متواعد لو رايح تتعشى. خبرت ولا صديقي؟ يعني ما عندك شيء بربيل؟ مهدي انت قريب على فريد، انا ما اقدر اتدخل بهذه الامور لكن انتم اقرب واعرف. مشكلة كاميرا. مشكلة خلال احمد دير الكاميرا علي خلي يقول لي مهدي. شو صرت اصفر؟ يلا خليك تكمل وترش عطورك لما نشوف مهدي كريم. صالح على ذهب. يلا ابو صالح تعال مؤيد خلي يشوف مشاعركم. الكاميرا صار ذهب. اي الكاميرا موجودة. تعال مؤيد. مؤيد تعال يمي. مهدي كريم انت اليوم شاركت، اريدك تحكي لي بعد ما شفت هاي الجماهير يعني حضرت مشاعرك اول ما دخلت الملعب وصح الصيحات عراق، يعني شنو اليوم؟ اول شيء المشاهدين يعذرونا لان شوي الغرفه مخربطه يعني ما. لا اكيد انتم بعد العشاء راح ترتبوها. لا ما هم ما ادري هنا مشكله بالفندق انه ماكو هاوس كيبنج انه ينظفون الغرف. يعني احكي لك فد لحظه مرت يعني اول ما طلعت انه الملعب حصلتنا العبره يعني بصراحه، يعني فد موقف مؤثر جدا. ما نعرف شنو نفكر يعني، حتى احنا كلاعبين رغم انه حيينا الجمهور بس واحد يبغى يوعب وجه الثاني، شو نريد نسوي يعني. الحمد لله والشكر انه ادينا اللي علينا، ادينا الواجب اللي موجود كان في هذه المباراه. كلاعبين بارك الله بهم انطوا صوره طيبه عن الفريق، رغم انه الجماهير يعني ما تعذر، ولكن هي نقص اللياقه البدنيه مثل ما تعرف. صار لنا اسبوع احنا كتمرين بعد بطوله القارات. الحمد لله شكر قدموا الشوط اول رائع جدا، اضعنا اكثر من فرصه كانت تنتهي المباراه يمكن اكثر من 4 إلى 5 أهداف. فنتمنى ان في المباراه القادمه في ملعب شعب الدولي يحضر هذا الجمهور. تمنيت تسجل اليوم؟ منية كل لاعب انه يسجل في هذه المباراه، ولكن هو الهدف الاول والاخير هو انه نشارك في المباراه الدوليه الاولى ان في شمال العراق وارض العراق. مباراة يوم الاثنين
ما اعرف شلون راح نواجهها وراح نقابل جمهورنا. شو تقول للجمهور بغداد؟ والله انا هسه كنت اتصال مع اخوي في بغداد، يعني ينتظرون الفريق بفارق الصبر. الجمهور العراقي متلهف جدا، يمكن راح يصير الاحتفاليه اكثر من هذا الجمهور اللي كان موجود اليوم، ويمكن الجمهور اللي خارج الملعب راح يصير اكثر. يعني انا اتوقع ان الملعب من الظهر يكون مقبض في ملعب اكيد. يعني دعوه من اللاعبين المنتخب العراقي لحضور هذه المباراه، واتمنى تكون تشجيعهم جميل جدا، انه بروح رياضيه يعبرون عن الجمهور العراقي. اكيد هذه المباراه منقوله لكل العالم. اكيد. فاحنا كلاعبين ان شاء الله نطلع بالصوره الزاهيه والجميله، ونتمنى من جمهورنا ايضا يحل المباراه بتشجيع مؤازرة للاعبين، لان هذه المباراه راح تكون اهميتها اكثر من هذه المباراه اللي اخذناها في كردستان. تعرف احنا مباراتنا الدوليه ان شاء الله تكون في ملعب الشعب الدولي، فهذه المباراه تكون اهميتها اكثر اهميه من هذه المباراه. احنا مشكورين الجمهور في كردستان آزر الفريق، واحنا سمعنا وعرفنا انه جمهور قادم كان في هذه المباراه من بغداد ومن كل المحافظات كان موجود، ولكن هي في العاصمه في بغداد. هذا تعني لنا شيء كثير. اول مباراه دوليه تكون على ارض ملعب الشعب الدولي، ان الشرف ويزيدنا الشرف ان نمثل بلدنا خير تمثيل في هذه المباراه. احنا كلاعبين المنتخب الوطني صاحب الفضل الاول والاخير علينا، لنطلع من خارج اطار الموضوع. البعض يقول اللاعبين العراقيين وخاصه المحترفين انه شلون اريد اوصل الفكره للجمهور، انه بعض المباريات يكونوا متخاذلين، ولكن صراحه جدا انه اللاعبين كلهم حرص وغيره على بلدنا. ماكو واحد يبيع بلده يبيع وطنه. يمكن الفتره اللي كان فيها العراق وخاصه في 2005 2006 كان الوضع الامني صعب جدا، حتى في 2007. ولكن في بطولة آسيا تعرف أنت الوضع اللي صار، قدرنا وبعزيمة اللاعبين وإصرار اللاعبين نغير الصورة اللي كانت موجودة في الشارع العراقي من أوضاع أمنية. الحمد لله والشكر الأخوان في الأمن والأمن العراق، حتى بصراحة يعني بكل السيطرات وهاي الفترة من كنت موجود في بغداد، والله يرفعون القبعة من يشوفونا في سياراتنا ومن نكون رايحين للتمرين. مثل ما هم عندهم واجب وطني، احنا ايضا عندنا واجب وطني. وانتم قد الواجب. الحمد لله والشكر. احنا هذا شيء بسيط نقدمه لبلدنا، احنا هذا لحد هذه اللحظه هذا اللي سويناه شيء بسيط. يعني العراق نزف كثير، احنا كلاعبين ان الدور اللي علينا ان نداوي جراح العراق، فهذا واجبنا احنا كلاعبين. مهدي ينتظروك الجمهور ان شاء الله يوم الاثنين. ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نشوف مؤيد خالد. مؤيد شلونك؟ مالك صوت ومالك حس. لا بالعكس موجود انا، لكن اتمنى ما تكون ضايج. لا بالعكس موقف الشيء لان ما سنحت لك الفرصه، اكيد هي امنيتك انه تشارك في هذه المباراه. هو اكيد كل لاعب يتمنى يلعب هذه المباراه، بس احنا ما طول متواجدين بهذا الملعب وهذه المباراه، فالشيء ان احنا كلاعبين الحمد لله والشكر قدمنا مستوى، رغم احنا اغلب اللاعبين كانوا قاعدين يعني ما يتمرنون، بس الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. يوم الاثنين ان شاء الله في بغداد، وانت اكثر اللاعبين يمكن لو متمرس في اللعب في بغداد. شيء اكيد اتمنى ان اكون العب هذه المباراه. جمهور الجويه شيء اكيد، مو بس الجمهور الجوي، كل الجمهور هو يحضر يشوف اللاعبين موجودين على ملعب الشعب، واحنا خاصه كمنتخب نتمنى مثل باقي الدول ان يلعبون في بلدهم. شيء اكيد. مؤيد شو تقول للجمهور بغداد؟ اتمنى من الجمهور العراقي يحضر هذه المباراه، وان شاء الله تكون صوره يقدمونها لاعبين حلوه وتليق باسمهم ان شاء الله. ان شاء الله موفقيه، ونتمنى ان شاء الله شارك. ان شاء الله بحيث الله. هسه خلينا نشوف فريد مهدي. لا يجي هم فريد اذا شوف شنو فيلم. تعال فريد. بس انت تصور. اي تعال. من ورا تصوير حتى خاف تسمع المره. ان شاء الله. ان شاء الله. بس انا اعتمد عليك. ان شاء الله. معلومه اريدها منك. ان شاء الله. ان شاء الله. تدري احنا اعلام وندور هالشغلات. فريد شو صرت اصفر؟ نعم انت اخويا هشام. وزينب اخويا. لا هسه راح تخابر طبعا. راح تخابر و تحياتنا لام علي. خلال قناتكم. فريد اليوم قدمت مستوى رائع بالمباراه. الله يخليك. زين تقدر تقول لي انه اليوم مشاعرك شفت هذا الجمهور يعني فرحه كبيره. والله اخ هشام يعني فشي مفرح اليوم انت تلعب على ارضك امام جمهورك، فشي طيب. يمكن يعني كل اللاعبين موجودين
يعني فشي يعني مو طبيعي اليوم انت من تطلع للملعب وتلقى الملعب ممتلئ بالمدرجات، واحنا صار لنا فتره طويله ما لاعبين. ممكن نلعب كوننا نلعب ببغداد بين فتره وفتره يكون جمهور ومو بهالعدد هذا